السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في هذا فيديو جديد. كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم على خير وبخير، ويلقاكم هذا الفيديو بأحسن الأحوال وبصحة جيدة. هنا البنات غادي نشارك معكم خبز ديال الدار ولا الخبز ديال الزرع الدقيق الكامل. فشوفوا معايا البنات، هنا نطيبها في الفران ديال الضو. فالخبز كيجينا هشيش ورطب كما كتشوفوا معايا، فالنتيجه واضحه والخبز مجعب من الداخل. فكنتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش البنات تبارطاجيوه مع الصديقات ديالكم هكا باش تعم فائده. البنات ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، لايكات، وغادي نشارك معكم واحد الخريجه في اخر الفيديو ان شاء الله في جنب الواد. فما تنساوش تفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخر. بسم الله على بركه الله. كما كتشوفوا معايا هنا كنوضع نصف زلافه ديال الدقيق ديال الفورس، الدقيق الابيض. كذلك كنضيفوا عليه زلافه ديال الدقيق الكامل، يعني دقيق الطحين ديال الزرع البنات اللي تيكون مطحون بالنخاله ديالو. هاد الطحينه البنات انا عندي راه مسحوقه في النخاله. وكذلك كنضيف زلافه ديال الفينو. بالنسبه للدقيق الابيض البنات اللي ما بغاتش توضعوه ممكن تعوضي بلاصتو تزيديها كميه ديال الدقيق ديال الزرع. انا كنخلط كلشي مع بعضياتو. انا غادي نوريكم واحد النخاله البنات اللي كتكون مخلطه مع الشوفان مع حبيبات ديال الخرطاله البنات. فكيكون هكا كيتباع في واحد الباكيه في السوبر مارشي، يعني هنا البنات اللي في المانيا كيكون مخلط معاه الطحين، وفي نفس الوقت كيكون فيه هاد الكميه ديال هاد النخاله هذه البنات وهاد الحبيبات ديال هاد الشوفان. بالنسبه لهاد النخاله البنات صدقوني صحيه بزاف بزاف، ونخاله ديال الزرع ماشي ديال الفرينه البنات، ديال الزرع. يعني نخاله حمراء وزوينه صحيه بزاف في المصران. كما كتشوفوا معايا هنا الناس خديت منها واحد الكميه وطحنتها في المونينيكس غير باش نهرس دوك الحبيبات اللي كبارين ديال الشوفان. صافي هنا كنرجع نخلط كلشي مع بعضياتو. بالنسبه للبنات هنا اللي في المانيا ان شاء الله غادي نشارك معكم الباكيه ديالو باش تعرفوها. وصدقوني هاد النخاله البنات اللي مع هاد الحبيبات ديال الشوفان فصحيه بزاف بزاف. انا بعض المرات نقرص بها الخبز، وكذلك حتى كنطحنها شويه وكنزيد نخلطها حتى مع الحرشه. يعني كما كتعرفوا ان النخاله صحيه بزاف في الامعاء، وكذلك حبيبات يكونوا هكا ديال الزرع. صافي هنا غادي ندير واحد الحفيره في الوسط. غادي نوضع تقريبا ملعقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز البنات. هنايا البنات راه عندنا الجو سخون، طبعا كيكون ايامات ديال البرد راه كتزيدوا الكميه ديال الخميره ديال الخبز. هنايا البنات كما شفتوا معايا فوضعت ملعقه كبيره ديال الملحه، فوضعتها انا في الجوانب البنات. ما توضعوش الخميره، ما توضعوش عفوا الملحه دائما على الخميره، يعني الملحه دائما وضعوها على جنب. وهنا البنات كما شفتوا معايا فزدت ضفت ملعقه كبيره ديال السكر الخشن، فوضعتها في جنب ديال الخميره. وهنايا كما شفتوا معايا زدت ضفت كذلك كميه ديال الماء دافي غير باش تنفع لنا الخميره. هنا البنات راه عندنا الجو سخون، يعني ما تحتاجيش تاخدي الماء دافي وتعجني به، تقدر تاخدي غير الماء من الروبيني. هنا من بعد ما نفعلت ليا الخميره البنات كما كتشوفوا معايا فعندي واحد الملعقه كبيره ديال الزبده، وكذلك غادي نضيف تقريبا واحد 2 معالق ديال زيت زيتون. بالنسبه لهاد الزبده وزيت الزيتون البنات فانا كنوضعهم في الخبز لان الخبز كيطيب في الفران. بالنسبه للاخوات بزاف ديال البنات كيتشكاو ان الخبز ملي كيطيبوا في الفران كيجيهم قاصح. صدقوني لو وضعتوا هاد الملعقه واحده ديال الزبده و2 معالق ديال الزيت فالخبز ديالكم غادي يجيكم هشيش ورطب. طبعا الا عجنتوه مع الدقيق ديال الزرع غادي يجيكم لذيذ اكثر واكثر. صافي هنا كما شفتوا معايا فكنوضع الماء بشويه بشويه وكنبدا نخلط. ففي الاول بديت نخلط غير بالملعقه كما شفتوا معايا. بالنسبه للاخوات اللي عندهم العجانه ممكن توضعي فيها. بالنسبه لي هنا انا خلطته غير بالملعقه البنات، ومن بعد غادي نبدا ندخل الزبده والزيت ونبدا نعجن بيدي. صافي كنبداو نخلطو غير بشويه بشويه في الاول. وطبعا الخليط ديالنا ديال الخبز ما تيكونش قاصح البنات. الطحين ديال يعني عفوا العجينه ديال الخبز ما تعجنوهاش قاصحه، طبعا عجنوها مرخوفه. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يعجنوا هاد العجينه يعني غير بالدقيق ديال الزرع بدون قمح، بدون يعني بدون الفينو الدقيق الصلب ديال القمح، اولا بدون الدقيق الابيض، ممكن انكم ديروه. ولكن البنات راه كيجي شويه ثقيل هاد الخبز ديال الزرع، فمني ديروهم خبيزات هكا ما تطرحهمش بزاف، خليهم شويه ولاد. صافي هنا كما قلت لكم كنرشوا الماء بشويه شويه وكنبدا نعجن هنا بيدي كما شفتوا معايا. هنا البنات راه كنعجن بالليكه لحقاش كنقصني ستيلو في يدي وما بغاش يحيد ليا داك النداد، لذلك انا درت الليكه. طبعا انا كنفضل نعجن بيدي البنات. صافي هنا كنبداو نضيفوا الماء بشويه بشويه كما قلت لكم، والماء راه عندي عادي غير ديال الروبيني. انا راه ما تندلكاش البنات، راه غير تنخلطها باش ما يبقاش ليا يعني حبيبه ديال الطحين هكايا مكورين، يعني في جهه وجهه تكون العجينه مرخوفه فيها. صافي هنا كنرجع كذلك ندلك ليها دلكه خفيفه. شوفوا الخليط عندنا كي خفيف، العجينه البنات عندنا خفيفه ما عندناش يعني قاصحه. صافي كنزيد ديك معلقه ديال الزبده
ضيفوا ديك معلقه ديال الزبده، ممكن توضعوا زبده نباتيه ولا زبده حيوانيه تيبقى لكم الاختيار. وكذلك غادي نضيف تقريبا 2 المعالق ديال زيت الزيتون، ماشي كميه كثيره وانما غير واحد 2 المعالق حتى 3 هكاك صافي. صافي ونرجع نكمل كذلك الخليط ديالي، نخلط العجينه حتى ندخل ديك الزبده والزيت. وهنا البنات كل ما تحسوا ان العجينه ديالكم يعني كتشرب الماء، زيدوا رشوا الماء، ما تخليوش العجينه ديالكم يعني العجينه تكون قاصحه. كل ما تحسوا بالعجينه انها مرخوفه زيدوا رشوا الماء حتى تحسوا بالقوام ديال العجينه ديالكم بهذا الشكل هذا اللي غادي نشاركها معكم ان شاء الله. العجينه تكون خفيفه، تكون كتلصق في اليد. شفتوا البنات تكون كتلصق في اليد. صافي هنا غادي نخليها ترتاح تقريبا واحد 20 دقيقه ولا 15 دقيقه. طبعا اللي عندها الوقت تخليها، اللي ما عندهاش الوقت يعني تخليها غير واحد 5 دقائق وترجع وتكملها. شفتوا البنات كيما شفتوا معايا هنا غطيتها البنات وخليتها تقريبا حتى نضاعف الحجم ديالها، كان عندي شغل واحد اخر. صافي هنا البنات كيما شفتوا معايا غندهن يدي بشويه ديال الزيت، وغادي ندهن الجوانب ديال العجينه ونبدا نخوي منها داك الهواء اللي داخل فيها لداخل بحال هكا البنات كيما شفتوا معايا. صافي ومن بعد غادي نحطها في سطح العمل وغادي نفرقها خبيزات صغار. المهم بالنسبه للخبيزات تيبقى على المقاس اللي بغيتو نتوما. انا هنا البنات غادي نديرهم شويه صغيورين ماشي خبيزات كبار، ولكن ما شاء الله هاد العجينه البنات عطاتني كميه كثيره. صافي البنات هكايا طبعا كدهني يدكم بشويه ديال الزيت باش ما تلصق لكمش في يدكم. صافي نكمل العجينه نفرقها كما قلت لكم على المقاس اللي باغيه انا. نتوما كيبقى لكم اختيار، ممكن تقسموا خبزات كبار، ممكن ديروهم صغار من اللي درت انايا. صافي كنقص منهم باش كيجيوني هكا كاملين متواتين مع بعضياتهم قادين. صافي هنا البنات كما شفتوا معايا كنكون رشه يعني ديك الفينو فوق البوطاجي، اولا ممكن هنا توضعوا السميده ولا ممكن توضعوا ديك النخاله البنات اللي خلط نفس هانيت اللي خلطت منها داخل. ممكن الا وضعتوا فيه النخاله ممكن راكم تقرصوا بنفس هانيت، صدقوني الا قرصتوا بالنخاله غيجيكم الخبز غزال غزال بزاف بزاف وبنين وزوين. انا هنا البنات راني نسيت، راه كنت باغيه نقرصها بديك اللي بقى ليا في الكاس اللي طحنت به. صافي كما شفتوا معايا فكنقرصوا الخبيزات ديالنا بحال هكا. طبعا ما كنطرحوهمش يعني ديك الساعه ما كنضغطوش عليهم بيدنا ديك الساعه تمتم، فكنخليهم يرتاحوا، نخليهم تحت تقريبا واحد 5 ديال الدقائق عاد ترجعوا نبسطوا العجينه ديالنا. هانتوما البنات الخبيزات غير صغيورين كيجيو حلوين. صافي غادي نكمل كلشي نقرصهم الخبيزات ديالي، وطبعا كل مره كندهن يدي بالزيت الا شفت العجينه كتلصق ليا في يدي. انا من بعد ما كملت العجينه كلها قرصتها كما شفتوا معايا درتهم خبيزات صغار. فهنا دزت كنطرح العجينه ديالي، طبعا نطرحهم حتى كيكونوا ارتاح واحد شويه، ما تضغطوش على العجينه يعني ضغطات كبار، يعني غير بشويه بشويه هكا طرحوها. طبعا ما تبسطوش العجينه بزاف، ما ترقوش العجينه ديالكم. طبعا تيبقى على حسب الذوق ديالكم، كاين اللي كيبغي الخبز شويه تيكون غليظ وكاين اللي كيبغي الخبز يكون شويه هكا ما فيش البابه لداخل. صافي غادي نكملهم كاملين غادي نطرحهم. وطبعا غادي نبدا بالاول وحده اللي كنت قرصت فهي اللي غادي نبدا بها. وصافي هنا البنات كما شفتوا معايا فكنرش شويه ديال السميده في المنديل اللي كنطرحهم فيه. شوفوا معايا البنات كنطرح العجينه غير بشويه بشويه، ما كنضغطش عليها يعني بزاف. صافي غير هكايا كنرشوا عليها رشيشه ديال الفينو. بعد غادي نخليهم يختمروا تقريبا يعني حتى كينضاف لينا ملي كتضغطوا على العجينه ديالكم كتشوفوا ان ملي كتحطوا لها بالصبع ديالكم هكا وملي كتشوفوا العجينه بقى مصور فيها الصبع ديالك يعني ما طلعش ديك البلاصه، فعرفوا ان الخبز ديالكم راه اختمر. هنا كنوريكم السمك ديال الخبزه، العلو ديالها ديال العجينه يعني السمك والعلو ديالها كما قلت لكم كيف كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، ممكن تطرحوهم بزاف ولا ممكن تخليهم رقيق شويه. صافي هكا كما شفتوا معايا من بعد ما اختمرت العجينه ديالنا كما شفتوا راه الخبز ما شاء الله منتفخ. صافي هنا خديت اللاطه البنات، انا عندي اللاطه بارده ماشي سخونه اللي حطيت فيها الخبز. طبعا انا مشعله الفران على درجه الحراره 180، كنخليه يسخن واحد 5 دقائق قبل. اللي عندها الفران ديالها كتحس بان ما كيسخنش دغيا فشعليه 10 دقائق قبل، خليه حتى يحمى ودخلي الخبيز ديالك. شوفوا الخبيز ديالنا فما شاء الله كيتنفخ في الفران وكيجينا الخبز زوين. فهنا البنات كنهبط اللاطه شويه لتحت فغير كتنفخ ليا الخبزه وكنحس باش تتراسا، فكنحطها في الشبكه وكنخليها الفوق كما شفتوا معايا. تندير ثاني خبيزات اخرين كيطيبوا. هنا شفتوا كما شفتوا معايا شاركت معكم حتى كذلك درجه الحراره ديال الفران على درجه الحراره 180 170. بالنسبه كما قلت لكم الاخوات اللي عندهم الفران ما كيسخنش دغيا فعليو درجه الحراره باش يجيكم الخبز مفشفش ومفخفخ من الداخل.
شوفوا معايا الخبيز ديال الزرع كي كيجي ما شاء الله، كيجي يعني رطب وهشيش، وحتى ديك النخاله اللي فيه لداخل كتعطيه واحد البنه يعني طبعا الخبز ديال الزرع تيكون صحي بزاف. كما شفتوا معايا فانا وضعت فيه معلقه ديال الزبده وجوج معالق ولا 3 المعالق ديال زيت الزيتون، فكيجي الخبز غزال 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 بزاف بزاف. فكنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. طبعا ما تنساوش تشاركوا مع الصديقات وطبعا مع الاخوات، وخصوصا البنيات اللي متزوجين وما كيعرفوش يطيبوا الخبز في الفران، اولا كيبغيو يحاولوا مساكن يديروا الخبز في الفران يطيبوه، ولكن كتقول لك اختي الخبز تيجيني قاصح، فكنديروا مره جوج صافي ما كنعاودش نديرو. ها نتوما البنات كما قلت لكم راه شاركت معكم الفيديو بالتفصيل، فكنتمنى ان يكون نال الاعجاب ديالكم. طبعا البنات ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم. طبعا الاخوات اللي كيزوروا القناه ديالي اول مره ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك عفوا وتفعلوا الجرس هكا باش يقدر يوصلكم كل جديد. انا طيبت الخبز وكنت طبعا طيبت الغديوه، فمن بعد جا مول الدار ومشينا لواحد البلاصه حدا الواد، فغادي نشارك معكم هاد الخريجه هادي. فمشينا حتى جنب الواد تما تغدينا ودوزنا العشيه ديالنا. فكنتمنى ان هاد الخريجه تنال الاعجاب ديالكم. فما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله.